السلام عليكم، يلا حيهم. اليوم جايب لكم باذن الله كلاش رويال. ودي من زمان اصور صراحه كلاش رويال، لكن انا ماني بلاقي الدعم بالقناه اللي يستحق ان انزل كلاش رويال. الحقيقه القى بس كومنتين ثلاث كومنتات، حتى الكومنتات تسليكيه يعني، واللايكات يعني ممكن نلقاها 100 200، لكن يعني كلهم مثلا واحد او خلينا ندعم محمد خوينا مثلا، ولا مثلا الناس يحبون الله يعطيهم العافيه يعني، او خلينا نعطيه لايك بس عشان ندعمه وزي كذا، والمشاهدات قليله ما تتعدى 1000. فعشان كذا الحقيقه انا ساحب على كلاش رويال. باذن الله اكتبوا لي بالكومنت لو انكم حابين اكمل على كلاش رويال ونزل مقاطع كلاش رويال، ابثركم بمقاطع كلاش رويال. اكتبوا لي بالكومنت عشان اتحمس وانزل. عموما خلاص، خلينا نبعد عن هذا الشيء. اليوم راح اسوي شيئين: اني بفتح الباكجات وبشتري لي جندري اللي من المتجر هذا الخرافي، وغير كذا ان شاء الله راح اسوي عليه تشكيله، بس مو بهذا المقطع، مقطع جديد غيره. وغير كذا بتكلم لكم عن بطولة ان شاء الله باذن الله راح اسويها، راح اسويها باذن الله الاسبوع الجاي باذن الله. اول شيء تشوفون الباكجات الحلوة هذه ان شاء الله راح افتحها، لكن خلينا نشتري قبلها من المتجر. شوفوا اخاف اشتري من المتجر هذا ويطلع لي باكج. خلينا نفتح الباكج اول شيء، بعدين نفتح بعدين نفتح نشتري ذاك لو ما طلع لنا. اول شيء نفتح الممتاز. اوكي، ساحرة، امير الظلام، يرحم امكم وقفوا شوي رسائل. تجميد 7. أوه. راح يكون التجميد عندي باذن الله ليفل 5. التجميد كنت شيء استفيد منه، ممكن استخدمه في المرات القادمة بعد ما يطلع لي المقبرة ولا شيء. اوكي خلينا نفتح اهم باكج، واللي قاعد انتظر اني افتحه من زمان، واللي هو الاسطوري. باذن الله انه يطلع لي شيء. يا شباب اقسم بالله ان حظي زفت يا اخي. خلاص الجدول عندي مطور اثنين، وش ابغى فيه؟ المشكله اني ما استخدمه. هو صراحه بطاقه جدا حلوه يا شباب، لكن انا ما استخدمها. خلينا نفتح الباكج هذا ونشتري اسطوري، ونتكلم لكم عن البطوله اللي باذن الله راح اسويها. طبعا هذا مقطع يمكن عشان البطوله اسويه. هلا بالزين يا شيخ، هلا بالزين. طيب شباب، خلونا نجرب الليجندري ونتكلم لكم عن البطولة وحنا نحارب، لان احس انها بتكون شيء طفش اني بس اتكلم لكم وان نناظر بس كلاش رويال. فنبدأ حرب اتكلم لكم عن البطولة. طبعا يا شباب انا الاحظ الايام بالكلان شوي قال يعني تفاعل ما عاده مثل اول، فحبيت اني ازيد التفاعل يعني واضبط التفاعل مثل اول، او شوي على الاقل نخليه مثل اول. فاللي راح يصير باذن الله، دقيقة خلينا نصد الهجوم، ما ادري. لا، اوكي. نايس نايس نايس. آه نايس، يعني ان حركته حلوه هو. فحاب اني اسوي يعني شيء يزيد التفاعل بالكلان، وان شاء الله اللي راح يزيد التفاعل بالكلان هذه البطولة اللي راح اسويها. وش البطولة يا محمد؟ البطولة باذن الله يا شباب يا الله، من لا لا لا، بيرمي نفس الشيء، صح؟ طيب، بكل صراحة اهني والله، فكرته جدا حلوة. بيرمي الحين الفاير بول اكيد على المينيون، صح؟ لا، كويس كويس. طيب، فحبيت زي ما قلت لكم اني ازيد التفاعل. فايش اللي راح يصير باذن الله يا شباب؟ باذن الله اني بسوي بطولة خرافية، يعني مو يعني. طيب شباب معليش وقفت المقطع، لان من جد المقطع الباقي اللي بتسمعونه كله تكليج. كل شويه اجي بشرح لكم البطوله واقدر اركز مع الجيم، ثم اقول اوه خلني اشرح البطوله، ثم كذا يعني تكليج كله، عرفتوا؟ فبشرح لكم الحين بشكل سريع كيف البطوله. اول شيء البطوله بس لاعضاء الكلان. اذا انت من اعضاء الكلان حاب انك تشارك، خش الكلان، وباذن الله يعني انك تلعب معنا بالبطوله. طبعا الشيء الثاني لازم تكون بيني وبينك ثقه، يعني كيف لو فزت بالبطوله مثلا بحط البطوله على 1200 جوهره. لو فزت بالبطوله لازم تعطيني قريتك عشان احط لك ال 1200 جوهرة. ما راح تكون مثلا اسوي بطولة من ذيك الشيء الفرعي. ليش؟ لان في البطولة راح تكون يا شباب فيها قوانين مثلا، وفيها استهبال شوي. يعني كيف بتكون بطولة؟ مثلا اقول بس لازم 3 الكسير وفوق، او 3 الكسير وتحت، يعني تشكيلتك تكون 3 الكسير وتحت. فانت هنا لازم تسوي 3 الكسير، لكن لو حطينا بطولة هناك بيجيك واحد بس يبغى الجواهر بيقعد يلعب احلى تشكيلة عنده، وما نقدر نتقيد بالقوانين، يعني عرفتوا؟ فعشان كذا انا بحط القوانين بحط الحرب تكون مباريات ودية كذا، وانا اكتب بورقة او ارسم بشكل كذا تكون البطولة هذه. فللي بيفوز عاد بيكون له جائزة 1200 جوهرة او اكثر، يعني طفران كذا، ما ودي اكثر، عرفتوا كيف؟ فبس هذه هي البطولة. عاد لا تنسون عاد تكتبون لي بالكومنت عن رايكم بالبطولة. وللي حاب يشارك يخش الكلان ام 7 رويال.
باذن الله تقدر تخش الحين في امكان لست اشخاص بس، لازم تكون كؤوسك فوق 2400 اظن. فبس هذا كان كله عندي، السلام عليكم.